بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حقيقة شرف لي الحقيقة يعني أكون معاكم النهارده. بشكر طبعا سيادة الدكتور صبحي بيه سلام، الحقيقة الراجل اللي هو خبير في مجاله بالتأكيد. طبعا معالي وكيل أول وزارة الزراعة بالإسكندرية، طبعا نشكر سيادتك جدا. كل السادة المسؤولين والمشاركين في معرض اسكندرية الزراعي، ويمكن دي مش أول مرة أحضر فيها الحقيقة. أنا بحضر هنا بصفتي كمان بعيدا إن أنا نائب يعني في البرلمان، إنما أنا أمين العمال والفلاحين في محافظة اسكندرية حزب مصطفى الوطن، وبيهمني طبعا القطاع الزراعي. والهدف إيه؟ الهدف إيه من كل الاجتماعات والمعارض واللقاءات وورش العمل اللي بتحدث في مصر بشكل عام؟ هدفها التنمية الزراعية، يعني ده في الأساس. يمكن احنا شايفين العالم كله فيه عندنا مشاكل خاصة بالاستيراد وغيره من كل المنتجات الزراعية. احنا هنا في مصر الحمد لله ربنا يعني عطينا أرض وعطينا يد عاملة قوية، وعندنا خبرات ممثلة في الدكتور صبحي سلام ورفاقه طبعا والمتخصصين في المجال الزراعي. احنا عايزين السنة الجاية نلتقي ويبقى عندنا مساحات أكبر من الأرض المزروعة في مصر. هو ده الهدف، عشان يبقى فيه فعلا اجتماعاتنا دي ليها قيمة حقيقية. يعني طبعا أنا بشكر الشركات العارضة كلها، وبتمنى يبقى في مزيد بقى من المنتجات الزراعية اللي احنا في حاجة شديدة ليها. عايزين يبقى في عندنا اكتفاء ذاتي من مستلزمات الإنتاج ومواد الخام، وطبعا العجز اللي موجود اللي بيئن منه بعض السادة المزارعين اخواننا من الفلاحين واصحاب الاراضي، ايضا عايزين نوفر لهم ده الكيماوي وغيره. لان طول ما انت بتوفر لهم احتياجاتهم هتلاقي كل شيء باسعار تتناسب معاهم. انما اللي احنا شايفينه النهارده من بعض التجار الجشعين وبعض المستغلين الظروف الدولية، مش هقول ظروف مصر. يعني لسه كنت بنتكلم مع حد يا دكتور صبحي، يعني من الناس اللي برضه زملائي، ان احنا عايزين نغلظ العقوبة على اي تاجر جشع، لابد من يعني يصل لحد الاعدام. يعني كل من يتلاعب بوجود هذا الشعب يستحق الاعدام بالفعل. فعشان كده بنقول عايزين نلتقي ان شاء الله السنة القادمة، وكن نكون انتهينا جزئيا حتى من بعض السلبيات اللي موجوده حاليا. انا مش عايز اطول، انما اشكركم جدا الحقيقه، وسعيد جدا بالمعرض ونجاحه وبتمنى مزيد من اللقاءات ان شاء الله في المرحله القادمه الخاصه بالزراعه تحديدا. واشكر معالي الوزير المحافظ محمد الشريف محافظ الاسكندريه، ايضا بشكر معالي الوزير الزراعه. طبعا راجل بيجتهد وبيحاول في مصر كلها. يعني يمكن احنا السنه دي عندنا الزياده المزروعه من القمح الحمد لله، يعني الحمد لله شيء مطمئن. يعني اتمنى السنه القادمه يبقى اكثر واكثر. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.